الامهات القادره دي يا جماعه؟ ايه الامهات القادره دي؟ مش معقول كده والله. انا متغرب وامي بتقول لي ادي لاختي مصروف كل شهر، مبلغ مالي يعني من المرتب بتاعي، تدخل بيه جمعيه عشان يبقى معاها قرش لوقت الزنقه، تشيله للزمن وما تحتاجش لجوزها. يعني هي متجوزه، اوكي، بس رافضه اعمل مصروف لمراتي وبتهددني تغضب عليا وبتقول لي ما هي تاكل وتشرب معاك يا شيخ. بجد هو يعني حلال ليها وحرام للست الغلبانه دي؟ انا بستغرب والله. هتاكل وتشرب معاك، لسه هتعوز ايه من الدنيا تاني؟ عاوز حل امي ما تكونش غضبانه عليا فيه. يعني انا مش فاهمه، انت لما تدي مصروف لمراتك امك هتعرف ازاي؟ راضي اختك، ما عنديش مشكله في ده خالص، انت حر لو انت مقتدر راضي اختك طبعا. بس هي تيجي على مراتك اللي شايله بيتك وعيالك واسمك، يعني ازاي؟ هي الناس دي بتفكر ازاي؟ الناس دي هتقابل ربنا ازاي اصلا؟ انا بستغربك يعني يا حاجه، يعني انت هتوردي على جنه ازاي اصلا؟ هتقابلي ربنا ازاي؟ يعني حلوه قوي لبنتك انها تاخد مصروف وهي متجوزه في ذمه راجل، وما اعرفش الراجل ده ظروفه الماديه ايه، ايا كان وات ايفر. ومرات ابنك حرام ليها اللي هو خير جوزها اصلا. يعني انا بستغربك الصراحه. انت يا عم مراتك مصروف، مالكش دعوه بامك، دي ما فيهاش حاجه، دي ما فيهاش حاجه تغضب. يعني تغضب امك ليه؟ انت واحد بتبر امك وبتبر اخواتك، ما فيش حاجه خالص يعني هتخليها تغضب عليك. هي تقول اللي هي عايزاه، بس يعني ما ينفعش كده، حرام. ما تجيش عليها قوي كده. يعني تدي اختك وما تديش مراتك، ايه ده؟ ايه الجو ده؟ بستغرب والله من حموات، يعني انتي ست لئيمه والله. قولوا له رايكم يا جماعه في الكومنتات، هل كده هو هيخدم امه لما يدي مراته مصروف؟